الدكتور تعبان قوي. الدكتور كتب له على دواء، قال له تشرب معلقه قبل الاكل ومعلقه بعد الاكل وتجيني بعد 15 يوم. بعد 15 يوم بالظبط راح بلدياتنا الازازه مليانه دواء زي ما هي وتعبان اكتر من الاول. الدكتور بيقول له ما شربتش الدواء ليه؟ قال له ما عرفتش ادخل المعلقه في الجزازه. واحد بلدياتنا بيقولوا له اسمك ايه؟ قال لهم وانا مخي دفتر. واحدة فلاحة بتقول له جوزها ابو عويس انت عمرك ما قلت لي كلمة حلوة. قال لها ازاي؟ هريسي. اتنين بلدياتنا جابوا رتل شويبس حطوه في البابور. واحد بلدياتنا نايم على الرصيف جرجروه في نص الشارع وعملوه مطب صناعي. واحد بنبوطي في بورسعيد دخل الحاره لقى الحاره مولد وهلنا وزحمه مش عارف يخش. قال فيها يا جدعان؟ قالوا له اسكت ابو العلبي في تعبان جوه في الحاره مش مخلي حد يخشها خالص. قال تعبان مان؟ وسع يا جدع انت هو. راح داخل الحاره السلام عليكم يا تعبان. قال له سلام ورحمه الله وبركاته. عد انت يا ابو العلبي وراك عيال. واحد بلدياتنا قفل التلفزيون على صبعه. واحد بلدياتنا راح عمر افندي تلاقاه قافل راح له البيت. واحد بلدياتنا فلوه طلعه من دماغه كلب. واحد بلدياتنا بلع ريقه جاله تسمم. واحد بلدياتنا اشترى بشيل مش ما تلاقاش فيه دود رجعه. واحد بلدياتنا تعب من المشي جري. واحد بلدياتنا حب يترقى كتب على الشومه FUS. اتنين بلدياتنا بيقولوا لبعض هريدي. قال له عايز ايه يا رشوان؟ قال له احنا مش هنروح النار. قال له ليه؟ قال له عشان ما هنفهموش. واحد بلدياتنا بيقول لصاحبه النهارده ضحكت على الكمسري. قال له ازاي؟ قال له قطعت اسوان ونزلت في الجيزه. واحد بلدياتنا جه اشتغل في مصر ربنا كرمه بقرشين حب يبعت هديه لاهله راح بعت لهم لفه جاتوه. راحوا بعتوا له الرد على طول هريدي اهلك وناسك هيسلموا عليك ندل ندل ويقولوا لك الصابون اللي بعته هيوسخ الهدوم. واحد بلدياتنا اول مره اشتغل في ترمبة بنزين جت عربيه بيجو راحت واقفه ديت ديت في سوبر يا اسطى. قال له ولا فلوريدا كمان. اتنين بلدياتنا اتعزم على اكلة لحمه جابوا لهم طبق كبير قوي كده فيه حتتين لحمه واحده كبيره واحده صغيره. اول ما اتحط الطبق واحد منهم راح لاهي في الكبيره قام التاني راح زغر له. قال له مالك هتبص لي ليه؟ قال له امال كيف هتاكل الكبيره انت؟ قال له امال لو مطرح كنت عملت ايه؟ قال له كنت كلت الصغيره. قال طب ما هي قدامك ما تاكلها. واحد بلدياتنا اشترى تلاجة حطها في البلكونه. بيقولوا حاططها في البلكونه ليه؟ قال عشان التلج. واحد خنافس بيتفسح هو ومامته على الكورنيش بص تلاقي واحد بتاع ترمس قال لها مامي ياي ايه الراجل اللي بيبيع الزراير الصفرة دي؟ واحد خنافس راح لواحد سمكري بوابير صباح الخير يا انكل. قال له صباح الخير يا عايز ايه؟ قال له الله عايز اشتغل عندك عايز اتخشن عايز استرجل. قال له يا ابني شغلتنا ما تنفعكش شغلتنا كلها ده تقليع فواني. قال له معلش اعمل معروف شغلني. قال له خلاص تيجي بكره. خنافس راح تاني يوم السمكري شال الشنطه ومشي. اصلح بابور الجاز. الخنافس يقول وانا كمان. واحد خنافس بيقول لصاحبه ممدوح قال له ايه يا نيفين؟ قال له اخصى عليك معكش قطنه وميكروكروم؟ قال له ليه يا روحي؟ قال له كوكو واوا. واحد اعور مسكوته حر واحد اعمى راح ضمنه. واحد اعمى ضرب القطر طلع عفريت لواحد قال له والنبي يا ابني هات ايدك لما اخوفك. واحد من بتوع بورسعيد بيفشر على زميله بيقول له واللي خلق الخلق انا مالله واقف كده في الشارع وقلت يا رب قام راح مدينا 20,000 جنيه. قعدت بعزق هنا شويه وهنا شويه الغلط بعزقتهم. جيت تاني يوم يا رب قام مدينا 20,000 زيهم. قال له طب ما بيديك 20,000 وتاني يوم اداك 20,000 جاي تشتغل معانا ب2 جنيه ما تروح تقول له يمكن يديك 20,000 تاني. قال له اعمل ايه مكسوف. واحد مسطول قايم من النوم بيقول له صاحبه يا اخي الواحد قايم من النوم دماغه مصدعه. قال له حد قال لك اتكلم وانت نايم؟ واحد مسطول روح البيت مش عارف يفتح الباب ابنه الصغير صحي مين اللي تحت؟
قال له انا يالا. قال له بابا احذف لك المفتاح. قال له المفتاح معاه، يحذف الخرم. واحد مسطول بيقول لصاحبه تاخد شارع صلاح سالم ده جري في قد ايه؟ قال له في شهر. قال له يا ابن الايه يا صاروخ. واحد مسطول بيقول لصاحبه النهارده كام في الشهر يا حسنين؟ قال له النهارده 42. قال له ياه اوام وصلنا نصه كده بسرعه. واحد وخطيبته راكبين حنطور والاتنين عمالين يرغوا بحبك وبموت فيك. قال لها وانا بحبك وبموت فيكي. العرباج راح باصص لهم قال لهم تسمحوا تدونا الاجره قبل ما تموتوا انتوا الاتنين. مرات واحد حنوتي بتقول له بحبك وبموت فيك. قال لها وانا ادفنك ببلاش. دكتور دخل يتفقد حالة المرضى في سراية المجانين، اتلقى المجانين ماسكين واحد مجنون ولازقينه في السقف بايديهم كده واقفين تحت منه بتاع. عدا واحد قاعد على جنب فنده له قال له خد يا ابني تعال. ايه دول؟ قال له دول مجانين يا بيه، ماسكين الراجل يا عيني ولازقينه في السقف زي ما انت شايف. قال ايه فكرهم هينور لهم الاوضه؟ قال له طب ما انت عاقل وكويس مش تقوم تنزله؟ قال له يعني نقعد على الضلمه؟ دكتور تاني برضه دخل يتفقد حالة المرضى في سراية المجانين، اتلقى كل المجانين عمل كده جريت من عدا واحد مجنون قاعد على جنب فناداه له خد يا ابني. ايه دول؟ قال له دول مجانين يا دكتور، مجانين يا بيه. قال له يعني انت عاقل وكويس؟ قال له الحمد لله. قال له طب تعالى اكتب لك خروج. قال له اركب ورايا. ناظر دخل المدرسة، جاء المدرس. الناظر قال له لا انت تروح دلوقتي عشان ابوك اتوفى. مدرس ما كدبش خبر، روح البيت ما تلاقاش ابوه توفى ولا حاجه، كسل يرجع يعاتب الناظر. الساعه 6 اخر النهار ابوه توفى. جه الناظر بالليل بقى في حياتك يا ابني شد حيلك. قال له يا حضره الناظر انت ساعه ما بعتني الصبح ابويا ما ماتش، ابويا مات اخر النهار الساعه 6. قال له ما تقولش لحد، ده انا جايبها لك من الكنترول. مدرس دخل المدرسه الصبح قال للطلبه صباح الخير يا طلبه. وصباح النور يا استاذ. قال لهم الناظر مات. قالوا بقى في حياتك يا فندم. قال عاوزين كلنا نروح نعزي فيه عشان يبقى شكلنا حلو، لازم نلبس كلنا اسود. في واد اسود قاعد ورا بقول له وانا يا استاذ. قال له انت تيجي عريان يا ولد. واحد بلدياتنا نزل محطة باب الحديد فضل يتفرج على الساعة. جه واحد نصاب تشتري عمدة؟ قال له بكام؟ قال له ب 400 جنيه بس. قال له اتفضل ال 400 جنيه هم. قال له دقيقة واحده بس اروح اجيب سلم عشان ينزلها لك. خد بعضه وزوغ. بلدياتنا روح البلد بقى فلسان، حكى الموضوع لابن عمه. ابن عمه قال له ضحكوا عليك البحارة، انا هننزل نتبرمج ونجيبها لك. راح نازل وقف. قال النصاب هو تشتري عمده؟ قال له بكام يا مفتح؟ قال له ب 400 جنيه بس. قال له اتفضل 400 جنيه يا عم. قال له بعد اذنك دقيقه واحده راح اجيب سلم عشان انزلها لك. قال له ياك فاكرني عبيط؟ خليك انت هنيتي، انا اللي راح اجيب السلم واجي. الزميل الصديق الوفي سمير ابو الحمد رائعه من روائع الاسماعيليه في كل المجالات الإخبارية والفنية والأخبار التشوقية للإنسان المصري الحديث. الرجل الذي بيشتغل ليل ونهار من أجل إسعاد شعب مصر كله. سمير أبو الحمد في الذاكرة، والذاكرة سوف تحتفظ به إلى الأبد. المثلث. أشكرك يا حبيبي. تسلم.